جاء رجل قال يا رسول الله بكل عنف، رجل أعرابي جاء النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بكل عنف، فقال له يا محمد هذا المال موت أبيك ولا تاع أمك، أعطينا منه. كلام يعني واحد الطريقة في الكلام عجيبة. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بواد من غنم، واد من غنم، يعني احنا نتكلموا على الآلاف ولا المئات ولا من الرؤوس الغنم. فما زال يعطيه حتى أسلم. قال لا أشهد أنك رسول الله. شوف الآن ماشي على جال دراهم هو أسلم، هذاك راه عاقل تاني في راسه. عاود ولا عند القوم تاعهم قال لهم يا قوم أسلموا، دخل القوم تاعه كامل في الإسلام. علاه؟ ماشي كيعطالو، قال لهم فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. مستحيل واحد يمد هكذا غير اللي كان مؤمن، غير اللي كان عارف بلي كاين مصدر ويعطي له. سما هذا رسول أكيد، ما دام يمد بهذه الطريقة رسول، وكان ما جاش رسول ما يمدش هكذا، مستحيل. ثم الآن المسلم كيمد ما يستنى والو، قال النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان. ثم المسلم كيمد ما يستنى والو، تعطي انت الفقير تعطي له مال. واحد راح يدير عملية تخلص له أحيانا بالك أموال طائلة وتقول له هاك هذه يدير بها العملية، ومن بعد ما يردوا لك والو، ما يعطوك والو، ما يعطوك سلعة، ما يعطوك حتى حاجة. ومن بعد تروح تقول ما ديت والو، أنا ما ديت دراهم، ما ديت والو. وكان نقول لك حنا واش تسنى؟ قلنا نستنى الأجر تاع ربي يوم القيامة. نقول لك وين على بالك ما يعطيلكش؟ قلنا لا ربي لا يخلف الميعاد ولا يضيع أجر من أحسن عملا. نقول لك هو ربي كاين، صح كاين، نعم كاين ربي، أنا ما شفتوش صح 100% كاين، أنا من الناس الذين يؤمنون بالغيب. تسمى واش معناتها؟ معناتها الصدقة برهان. قال النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان، معناتها لو في أنه الإنسان مد صدق معناتها راه هذا برهان على أنه مؤمن. والعكس الصدقة، العكس الإنفاق واش معناتها؟ معناتها هدايا الإيمان تاعو مستحيل راه مليح. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يلتقي أو لا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد واحد، مستحيل. واحد شحيح ومؤمن ما كانش، هذه ما تقدرش تكون مستحيل. فالبخل ينافي الإيمان، ولذلك هذه من المهلكات. يولي يكذب، يولي إنسان بخيل، يتعامل واحد المعاملات على البخلاء. رانا نعاشروكم تعرفوا الناس كيف يتعاملون هؤلاء الناس. يعذب نفسه البخيل، هو معذب نفسه، يشوف المال ويمسوش، يشوف ماله وما يمسوش. وهذا من الأمور نسأل الله السلامة والعافية التي تبين أن هذا الإنسان لابد من أن يصلح إيمانه بالله تبارك وتعالى. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. يعني شوف الآن هذه كلها تعيسة، مستحيل يولي سعيد. وأنا أقول لك بنص الوحي مستحيل، ألف مستحيل يكون إنسان بخيل وسعيد. البخل لا يكون طريقا للسعادة، والله تملك الدنيا كاملة. لأنك أنت الآن لما تملك راح تتعذب غير بالمال فقط، ومن بعد يموت الإنسان. شفنا ناس بخلاء نسأل الله السلامة والعافية، وشفنا نهاية تاعهم. شفنا ناس بخلاء 30 سنة سيارة ما يشريهاش، أموال طائلة، أموال طائلة. احنا نتكلمكم على ناس نعرفهم شخصيا، يعني الأموال طائلة، في حياته سيارة ما ركبهاش، يعني زاحم في الحافلات، قادر يشري أسطول تاع سيارات، طائرة يشريها عادي ما عندوش مشكل. تصور إنسان هذا كي تقول له اشري سيارة راك تتعب نهار كامل، رايح في البيس، رايح كذا، تمشي في الباصات ورايح منا ومنا، وتمشي على رجلك وش تطيح عليك، وش بيك انت؟ راك مرضت نفسك، راك هبلت روحك. يقول لك تشريها وليسونس غلا وليسونس، يا ولدي انت قادر ديرنا فيضان بليسونس نتايا. تسمى شوف المرض الانسان يبقى هكذاك حياته كامله نفس اللباس نفس كذا. يعني ينفع روحك، معليش ما تنفعش المسلمين يا سيدي، انفع نفسك، انفع ولادك، انفع ذريتك. يعني كاين نوع من الناس والله غير حضرنا احنا في تقسيم الميراث نتاع الناس، والله الذي لا اله غيره، غير كاين بعض الاباء من شحه غير ولاده غير النهار يموت يفرحوا، يحسوا بالفتح، يحسوا خلاص اليوم دينا الاستقلال. يقول لك يبداوا يروحوا الورث هذاك وما شاء الله وكذا. انا حضرت في قسمه كثير من الناس، حضرت شفتهم الفرح على وجوههم ما قدرش يخبوه، ولي الله غالب كان غالق علينا مليح ماشي شويه. تصور انت يولوا الناس يتمنوا الذهب نتاعك، لك حاط يدك على حاجه هما مساكنهم يتعذبوا الناس يتعذبوا. كاين يعني اباء ما كاش يعني عندهم اشياء نسال الله السلامه والعافيه. ولذلك الانسان ما قدرش يمد، ما قدرش لعجز، هذا لا يلام.
بصح ربي عطاك، البس مليح، كل مليح، حوس، دي اهلك، دي اولادك، زوجتك، فكر فيها، فكر في الذريه هذيك، الجار محتاج، هذاك محتاج، الناس تصلي معك.